تحديدا مع السيد حسين البخيتي الناشط السياسي. بداية أهلا بك إلى ساعة حرة. يعني على أي أساس تجري أو ستستأنف المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة؟ هل هي على أساس يعني الإعلان الدستوري الأخير أم على أساس ما سبقه من توافقات؟ نستمع لابن عمر أولا. وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية، وإنني إذ أرحب بهذا التوجه الإيجابي أعلن لكم أن الجلسات ستستأنف يوم غد الاثنين 9 فبراير. نعم، سمعت ما قاله المبعوث الأممي جمال بن عمر. يعني هذا النقاش الذي سيجري، استئناف المفاوضات، من أين سينطلق؟ من أي مرحلة تحديدا من وجهة نظر مثلا أنصار الله أو الحوثيين؟ تفضل أستاذ حسين. الإعلان الدستوري ما زال قائما، وكما نعلم أن أغلب المواد التي كانت في الإعلان الدستوري هي نفسها كان يتفاوض عليها المتحاورون في فندق موفنبيك، ووصلت إلى طريق مسدود عندما رفض حزب الإصلاح في آخر لحظة التوقيع عليها. لذلك المواد هنا في الإعلان الدستوري هي نفسها، والإعلان الدستوري ما زال قائما، وسوف نرى المشاورات غدا وماذا ستكون الأحزاب عن موافقتها لها على هذه المواد التي في الإعلان الدستوري أم لا. طيب، يعني أنت تفضلت بالقول بأن يعني المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود. هل يبيح الوصول إلى طريق مسدود أن ينفرد طرف من الأطراف بإعلان دستوري لا تؤيده فيه الأطراف الأخرى؟ نعم أخي العزيز، يجب أن يفهم الجميع، ويجب أن يفهم العالم بأن هذه هي كانت ثورة قامت في 21 سبتمبر 2014، وقد كانت هناك 4 أشهر كان الرئيس هادي والحكومة التي استقال كليهما كانوا يماطلون في تنفيذ مخرجات الحوار حتى قبل ثورة 2014. لذلك واستنادا للشرعية الثورية فإنها هي كانت الطرف الذي كان عليها أن يتخذ خطوة لكي يملأ الفراغ الذي كان حاصل في البلد، لأن جماعة أنصار الله واللجان الثورية كانوا دائما يلامون على أي شيء قد يحصل في البلد سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية. ولذلك قام الرئيس هادي بالاستقالة من أجل إيجاد ذلك الفراغ لوضع أنصار الله في موقف، واللجان الثورية يعتقدون أنهم يستطيعون أن يضعوهم في موقف ضعف، ولكن عند ذلك قامت اللجان الثورية باتخاذ ذلك القرار بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. فقط وأريد أن أوضح شيء مهم، أنه في ثورة 2011 ثورة فبراير عندما كان هناك ما يشابه أهداف الثورة وهي مقاربة للإعلان الدستوري في أهدافها، حيث قال الهدف رقم 2 أنه يشكل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 5 أعضاء. هذا في 2011، وأيضا الإعلان الدستوري طالب بذلك تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء. وأيضا في ثورة 2011 طالبوا بحل البرلمان وحل مجلس الشورى وتشكيل مجلس وطني من 551 شخص، ويستطيع أعضاء مجلس النواب أن ينخرطوا في هذا المجلس الوطني الجديد. وهذا أيضا جاء في الإعلان الدستوري الذي أعلنته اللجان الثورية بحضور واسع من قبل كافة أبناء الشعب. لذلك الغريب في الأمر أن هذه القوى بالأخص حزب الإصلاح عندما ترفض هذا الإعلان الدستوري، وهي من كانت تطالب بتنفيذ نفس المواد على ما جاء في هذا الإعلان الدستوري عام 2011، فإنهم فقط كانوا يحاولون المماطلة والتهرب من المسؤولية، وهذا ما أدى إلى أن تأتي المفاوضات إلى طريق مسدود في آخر لحظة في الساعات الأخيرة من الليل. لذلك اتخذت اللجان الثورية هذا القرار لكي تتحمل المسؤولية عن الأمن في صنعاء والمناطق الأخرى. نعم، طبعا بالطبع ليس الإصلاح فقط، بحسب التقارير التي يعني تابعناها معظم الأطراف بما فيها المؤتمر الشعبي العام الذي كان ينسق مع أنصار الله أعلن تحفظه ورفضه وطالب بالعودة إلى المفاوضات السابقة. نبقى في صنعاء لنستمع إلى سيد حسين البخيتي الناشط السياسي في صنعاء. يعني سمعت ما قاله الدكتور سرحان، يقول إن الحوثيين أنصار الله
تراجعوا عن مواقفهم بسبب ضغوط محلية داخلية يمنية وبسبب ضغوط عربية وخليجية ودولية، وبالتالي يعني لم يكن لهم من مناص إلا العودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن الإعلان الدستوري. كيف تعلق باختصار؟ باختصار أخي، هم لم يتخلوا عن الإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري ما زال قائما. وثورة 2014 وأنصار الله واللجان الثورية لن يتراجعوا عن ذلك، وإنما ممكن الذي سوف يتم غدا هو الحوار. فدائما أنصار الله هم دائما مرنين، ودائما يريدون الحوار، ودائما يريدون الشراكة، وهذا ما كانوا يطالبوا قبل 2014 وبعد 2014. ويجب أن يعلم الجميع أن اللجان الثورية وثورة 2014 لا يعني الحوار غدا على جدول أعمال. ما هي أجندة الحوار غدا؟ هناك ضغوط خارجية وضغوط، وكانت الدول العالم ودول المنطقة ترفضها، وكانوا اسمح لي أخي اسمح لي. نعم. سوف لم يضعوا الخطوط على ماذا، إلا أنهم قالوا سوف يعودون لطاولة الحوار. وكما ذكرت سابقا أن المواد التي جاءت في الإعلان الدستوري هي نفسها التي كان يتحاورون عليها في موفنبيك، فليس هناك اختلاف. وبالنسبة للضغوط الخارجية، اللجان الثورية وأنصار الله وثورة 2014 نجحت رغم رفض دول العالم لها، ورغم رفض دول الخليج لها، رغم رفض السلطة اليمنية لها، وأحزاب كثيرة، ونجحت. وهذا يدل أن لها قاعدة شعبية وتأييد شعبي كبير، لولا ذلك لم تنجح. يعني هناك من يقول بأن يعني أنصار لا يسيطرون على 3 محافظات فقط، وبالتالي قد يواجهون مشاكل حتى مع الزيديين في بعض المحافظات. لا يا أخي، ليعلم الجميع هناك استقبال وتقبل شعبي لأنصار الله، لأن ما جاءوا فيه وما يطالبون به هو من أجل الشعب، هو من أجل مكافحة الفساد، هو من أجل القضاء على تنظيم القاعدة الإرهابي. وهذه هي الأشياء التي يتمناها جميع أبناء اليمن. فلا أعتقد إلا أنه هو حزب الإصلاح طبعا، وبسيطرته على وسائل الإعلام، فإنهم يروجون لدعاياتهم التي كانوا وما زالوا يستخدمونها، وهي الورقة التي لهم باقية الآن. سيد حسين، سمعت ما قاله الدكتور سرحان، يعني القاعدة شماعة، أنتم واجهتم الأطراف اليمنية، القبائل اليمنية لم تواجهوا القاعدة، وإنما تستخدمون هذا العنوان يعني تخويف الرأي العام، وبالتالي لتمرير المشروع الذي تعملون على يعني ترسيخه في اليمن. كيف تعلق؟ نعم أخي، أريد أن أسأل صديقنا العزيز عندما يتكلم عن أن دول الخليج تريد استقرار اليمن، أي استقرار؟ عن أي استقرار يتحدث؟ طوال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحتى الآن لم نرى استقرار، وهم كانت لهم علاقات جيدة مع الرئيس علي عبد الله صالح. ولنعلم أن دول الخليج هي تريد الاستقرار في بلدانها فقط. فنحن نعلم ماذا يجري في سوريا، من أين تأتي كل الأموال التي تقوم بدعم الإرهابيين هناك. وأيضا اليمن، فقد تم إخراج جماعة القاعدة والإرهاب من السعودية وتوجهوا إلى اليمن، والسعودية الآن سوف تقوم بمحاكمة أي شخص سعودي يعود من سوريا، وسوف يتم سجنه من 5 إلى 20 سنة، وأعطوهم مدة شهرين التي قد انتهت قبل فترة طويلة. وأين سيذهب هؤلاء الإرهابيين؟ كلهم سوف يتوجهون إلى اليمن. وقد قامت الحكومة، شركة الطيران التركية الآن ستبدأ من شهر مارس القادم بعمل رحلات يومية إلى محافظة عدن، وذلك لنقل كل الإرهابيين لكي يريدوا أن تصبح اليمن مثل ما كانت سوريا. فنحن نعلم أن في اليمن لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 4 سنوات بتعاونها الوطيد مع حكومة باسندوها ومع هادي من عمل شيء للقاعدة في محافظة رداع والبيضاء. وقد قامت اللجان الشعبية بدعم أبناء رداع وأبناء البيضاء بدحر كل أوكار القاعدة من رداع في خلال 4 أيام. فإن دائما التدخل الأمريكي هو يوجد القاعدة ويوجد الأسباب لتواجدهم في اليمن، كما حصل في أفغانستان فقد فشلوا فشلا ذريعا، وفي العراق أوجدوا القاعدة، وفي سوريا هم من أوجدوا داعش في تلك المناطق. فنحن لا نعول على كيمنيين على أمريكا أو ماذا تريد أمريكا أو مواقف أمريكا، لأننا نعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عدو للإنسانية، هي عدو للشعوب العربية، هي عدو للأمة الإسلامية.
يعني السؤال موجه إليك الآن، يعني هناك مسلسل فشل متواصل، يعني كثيرا ما يتهم الحوثيون بالمسؤولية عنه. يعني الحوثيون سيطروا في 21 سبتمبر على صنعاء، وقعوا في اليوم ذاته اتفاق للسلام، إلا أن تنفيذ الاتفاق فشل. أنتم أو الحوثيون يتهمون بذلك. في 20 يناير سيطروا على دار الرئاسة، أبرموا اتفاقا مع الرئيس هادي، أيضا لم ينفذ. فشلت مشاورات سياسية أجراها يعني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا فشلت. وضعتم الرئيس ورئيس الوزراء وكل هذا الجهاز تحت الإقامة الجبرية. كل الاتهامات توجه للحوثيين في هذا الصدد، كيف ترد؟ يا أخي العزيز، يجب أن نعود إلى الوراء إما سنوات أو شهور. عندما قامت ثورة 2011 قامت حزب الإصلاح وحزب المؤتمر بالمحاصصة واقتسموا السلطة، وهم كانوا جزء من النظام السابق، وهم كانوا السبب الأول في مظلومية الجنوب والاعتداء على الجنوب ونهب أراضي الجنوب. وثانيا عندما بعد مؤتمر الحوار، كان أهم فقرة كانت في مؤتمر الحوار هي أن تكون هناك حكومة الشراكة الوطنية أو حكومة كفاءات، وكان المسؤول حينها وكانت السلطة هي الرئيس هادي، والحكومة التي يرأسها باسندوة، وهي كانت مقسومة بين الإصلاح والمؤتمر. لم يقوموا بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ورفضوا أغلب البنود فيها، بل كانوا يطالبون فقط من جماعة أنصار الله بتنفيذ ما هو عليها. وثانيا، وبعد ثورة 2014 21 سبتمبر، عندما تم طرد الجنرال علي محسن الأحمر، وقعوا اتفاق السلم والشراكة، وكان هادي ما زال في السلطة، وتم وأيضا وبعد ذلك شكلت حكومة بحاح، وراوغ هادي ولم ينفذ أي من الاتفاقيات، ولم ينفذ اتفاق السلم والشراكة. وعندما أيضا بعد أحداث دار الرئاسة وقعوا الاتفاق، فقام هادي ونقض ذلك الاتفاق بإعلانه للاستقالة، واتفق مع الحكومة واستقالوا. تقريبا كانت هناك فرق نصف ساعة أو ساعة. إذن يجب أن نعرف هناك أطراف في الحكومة اليمنية كحزب الإصلاح وأيضا الرئيس هادي لا يعترفون بأنصار الله كطرف سياسي، هم فقط يعترفون به كطرف سياسي للحوار أو للتفاوض معهم. ولكن عندما يأتي لتطبيق تلك المخرجات أو ما اتفق عليه لا يقبلون ذلك. يجب الاعتراف بهم أنهم قوة شعبية صاعدة، قوة شابة، قوة فتية. حينما يتم ذلك أعتقد أنه سوف يتسنى لنا أن نواصل المشوار وأن نبني اليمن وأن نحارب القاعدة، لأنها أخطر شيء على اليمن هي القاعدة، لأنها سرطان، وإن لم يتم القضاء عليها الآن فستنتشر في كل أنحاء الجمهورية. واللجان الشعبية والجيش اليمني الآن في محافظة البيضاء يدحرون أوكار القاعدة، وهم يتقدمون يوم بيوم، وإن شاء الله سوف يعني الدكتور سرحان يبتسم وأنت تتكلم حول قضية مواجهة ولا نريد تدخلات القاعدة أجنبية وخطرها، وهو يقول إنكم لم تواجهوا القاعدة يوما، وإنما واجهتم قبائل يمنية وأطراف سياسية يمنية من أجل إقصائهم، ولم تتعرضوا للقاعدة. باختصار بنصف دقيقة لو سمحت. تمام. يا أخي نعم، كيف لم نتعرض للقاعدة؟ كانت القاعدة موجودة في كتاف، موجودة في الجوف، وتم تطهير مناطق صعدة، وأصبحت صعدة من أكثر المناطق أمنا إن لم تكن في اليمن في المنطقة. تم إغلاق معسكرات القاعدة المعروفة في أرحب التي كانت تتلقى دعم من وزارة الدفاع ومن الرئيس هادي. تم دحر عناصر القاعدة في الجوف. الرداع الكل يعلم أن الطائرات الأمريكية خلال 4 سنوات الماضية كانت تضرب بشكل إن لم يكن يومي أسبوعي، وكانوا يقولون أنهم يستهدفون القاعدة، وكانت هذه الطائرات تأتي من المملكة العربية السعودية. إن لم تكن هناك قاعدة في رداع والبيضاء، لماذا سمحت المملكة العربية السعودية لتلك الطائرات باختراق الأجواء اليمنية وضرب القاعدة؟ القاعدة كانت موجودة، والآن رداع تم تحريرها، وهربت عناصر القاعدة من منطقة البيضاء ومنطقة رداع إلى وادي يكلا الذي هو على حدود مأرب والبيضاء. هذا شيء يعني مخجل أن يتكلم شخص هكذا وأن يقول أن هذا وقت البرنامج انتهى، وضحت الفكرة. 70% كما أعلن الرئيس هادي من القاعدة هم عناصر أجنبية، وهناك الكثير منهم من المملكة العربية السعودية. عبد الملك الفهيدي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس تحرير موقع المؤتمر نت، وحسين البخيتي الناشط السياسي، ومن الرياض الدكتور سرحان العتيبي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. في أمان الله.